Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue un cumpleaños especial. ¡Vamos, mi Sevilla!
تعرف ياسين بونو الذي قاد منتخب المغرب لفوز تاريخي لفت حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو الانتباه، وتصدر اسم محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي عقب نجاحه في صد ركلات المنتخب الإسباني وقيادة فريقها إلى التأهل لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم. ياسين بونو. ولد ياسين بونو في 5 أبريل عام 1991 في مدينة مونتريال الكندية، لأبوين مغربيين من مدينة فاس، ووالده مهندس دولة وأستاذ سابق في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. وعال بونو مع أسرته إلى المغرب في طفولته، واستقروا في منطقة مرسي السلطان بمدينة الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، وهناك بدأت رحلته الرياضية. ويتقن ياسين بونو 4 لغات، هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية، وهو متزوج وأب لطفل. الشغف بكرة القدم في عمر 8 سنوات بدأ يظهر شغف ياسين بكرة القدم التي كان يمارسها مع الأصدقاء في الحي، ما دفع والده إلى تسجيله في مدرسة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم في الدار البيضاء. وبعد ذلك بعامين فقط شارك في مسابقة كأس الدار البيضاء، وبفضل ردود فعلها السريعة قامتها الطويلة مقارنة بزملائه في الفريق، وضع مدرب الفريق في مركز حراسة المرمى. وهرع الطفل بونو بشق طريق مستقبله في عالم كرة القدم، فبدأ يشاهد بانتظام مقاطع فيديو لكبار حراس المرمى العالميين مثل الإيطالي جانلويجي بوفون والهولندي إدوين فإنيرا سار. وأمضى بونو أكثر من عقد من زمان في نادي الوداد الرياضي، وتدرج في كل فئاته العمرية حتى وصل إلى الفريق الأول بالتزامن مع دراسته الأكاديمية في مدارس مدينة الدار البيضاء. وتدرج بونو في كل الفئات العمرية لنادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي حتى وصل إلى الفريق الأول الذي فاز معه ببطولة الدوري المحلي موسم 2010-2009، كما بلغ معه نهائي عصبة الأبطال الإفريقية عام 2011. انتقل بعد ذلك إلى الدوري الإسباني عام 2012، ولعب مع عدد من الأندية الإسبانية في القسمين الأول والثاني، كان آخرها نادي إشبيلية الذي يلعب له بعقد يمتد إلى سنة 2025. كما يعد في الوقت ذاته الحارس الأول للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وقد ساهم بكتابة التاريخ في مونديال قطر.